السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عالسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. كما تشوفوا اليوم وصفتنا بالقرنيط الأخطبوط. اليوم باش نعملوا مقرونة تونسية بالقرنيط من ألذ وأبن ماكلة تونسية ممكن تاكلها. القرنيط تكون هكا خشينة وكبيرة باش تعطي طعم أبن. أول شي نسلقوها شوية في الماء وباش نحيو القشور نطفوها يعني. طريقة تنظيفها بالطبيعة نحيو العينين والفم وكالجلدة اللي في الراس واللي في الصوابع. من بعد ناخدو زيت زيتونة ونهبطو قرنيطتنا ونخليوها تتقلى شوية مع مغرفة ثوم مرحي. ينفع تقلات، إذا تقلات ناخدو الطماطم اللي باش نستعملوها. أنا استعملت تقريبا 4 مغارف كبار ورند والملح، فلفل أسود، تابل، شوية كركم وفلفل أكحل، يعني البهارات المعتادة بتاع المقرونة التونسية اللي ما يغيبوش على الطعام. ومن بعد حطيت شوية هروس ومغرفة كبيرة ثوم وخليوها تتقلى شوية، لازمها تتقلى. زيدوها نكتة ماء باش تتحلك الطماطم وتتقلى بالكدا. بعد ما تتقلى نمرقوها شوية مرقان، مش ما نكتروش الماء باش ما تمساطش. نسكروا عليها نخليو لها فرصتها باش تطيب. وفي آخر حاجة تعملوا رشة زيت زيتونة وترميوا البطاطا وترميوا قرون فلفل خضر يزيدوهم بنة على بنة. ونصمتوا مقرونتنا ونصبوا الصوص. بالطبيعة الصوص على حسب الرغبة، فما ناس تحبها معبية بالصوص، فما ناس تحبها يدوب بالصوص. جات بنينة، جات روعة، جات فوق الخيال. ما تتصوروش القرنيط قداش يبنن المقرونة، راهو يمشي بها في حتة تانية كما يقولوا. راهي بنينة بنينة إلى أبعد حد. وهنا وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم. وما تنسوناش في تعليقاتكم، في لايكاتكم. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.